فيلمنا النهارده بيبدأ ببنت اسمها آشا، وهي بتحكي لجدها اللي اسمه سابينو حكاية شخص اسمه ماجنيفيكو. واللي بنعرف من الحكاية ان ماجنيفيكو ده كان شخص طيب جدا، وانه كان واثق ان مفيش حاجة مهمة اكتر من الامنية. وبالرغم من ده ما قدرش ماجنيفيكو انه يحقق امنيته في انه يتجوز البنت اللي كان بيحبها، ولكنه وقتها بيقرر انه يدرس السحر علشان يغير مصيره. وفعلا بيدرس ماجنيفيكو السحر وبيساعد الناس وبيكون ساحر محبوب جدا. وساعتها امنيته بتتحقق وبيتجوز ماجنيفيكو البنت اللي كان بيحبها. وساعتها بيقرر ماجنيفيكو انه يروح يأسس مملكة جديدة وبيسميها مملكة الأمنيات. وبيسمح ماجنيفيكو لأي شخص انه يجي ويعيش معاهم في سلام تحت حمايته. وفعلا لما الناس سمعت عن المملكة دي بقوا يجولها من كل مكان علشان يعيشوا فيها تحت حماية الملك ماجنيفيكو. وأثناء ما آشا بتحكي الحكاية لجدها بتدخل عليهم والدتها اللي اسمها سكينة، واللي بتقول لبنتها آشا ان الملك ماجنيفيكو هيعمل بالليل حفلة لتحقيق الأمنيات. فبتفرح آشا جدا لأن الحفلة دي بتصادف يوم عيد ميلاد جدها ال100. وبتجري آشا بسرعة وبتروح تعرف السياح تاريخ مملكتهم، وان هم عايشين كل يوم في سلام من زمان تحت حكم الملك المحبوب ماجنيفيكو. وبتقول آشا للسياح ان ماجنيفيكو ملك طيب جدا لانهم بيحافظ لهم كل الامنيات اللي هم بيتمنوها. وبتبدا آشا دلاني وترقص بحماس شديد وبتخلي كل الناس تنضم لها، وبيغنوا وبيرقصوا كلهم مع بعض. وبعد شويه بتوصل آشا للمطبخ الملكي، وهناك بتقابل آشا صديقتها اللي اسمها داليا، وبتقول لها انها عندها مقابله مع الملك ماجنيفيكو وانها متوتره جدا ومش عارفه هتعمل ايه. فبتطمنها صديقتها وبتقول لها ان هي عندها ميزه مش موجوده عند اي حد، وهي انها بتهتم بالناس جدا، وان علشان كده المقابله بتاعتها مع الملك هتكون لطيفه جدا. ومجرد ما داليا بتخلص البسكوت اللي كانت بتعمله بيجروا كل اللي موجودين علشان ياخدوا نصيبهم منه، ولكن بيتبقى منهم ولد واحد اللي ما بيلحقش انه ياخد منه وبيكون متضايق جدا. فبتروح له آشا وبتديله البسكوته بتاعتها. وفي الوقت ده بيبدا الولد يتكلم مع آشا بخصوص مقابلتها مع الملك، وبيقول لها ان هي عندها فرصه لتحقيق امنياتها، وبيحذرها من انها تضيع الامنيه بتاعتها على حد من عيلتها، والا هتكون زي سايمون اللي بعد ما عمل كده حياته اتدمرت وبقى شخص ممل جدا. وفي الوقت ده بتنزل الملكه وبتنادي على آشا علشان ميعاد مقابلتها قرب. وفعلا بتطلع آشا مع الملكه على السلم علشان تقابل الملك. وبتظهر وقتها آشا وهي متوتره جدا ومش عارفه هتعمل ايه. فبتطمنها الملكه وبتعرفها على الحاجات اللي الملك مش بيحبها، وبتنصحها انها تطمن لانها طيبه جدا وبتهتم بكل الناس، وكمان بتحب مملكتها. وبتقول لها ان الملك ماجنيفيكو اكيد هيحبها جدا. وفعلا بتدخل آشا علشان تقابل الملك، ولكنها وقتها ما بتلاقوش موجود. فبتفضل آشا تتامل في تفاصيل المكان بانبهار شديد لحد ما بتلاحظ كتاب معين موجود جوه صندوق ازاز. فبتقرب آشا منه وبتكون على وشك انها تلمسه، لكن فجأة بيوصل الملك وبيمنعها بسرعة وبيقول لها ان الكتاب ده خطير جدا. لكن آشا بتتوتر اكتر وبتلمس الازاز بالغلط، وساعتها التعويذة بتطلع عليها وبتكون على هيئة فراشات كتيرة وبتحوطها. فبتتوتر آشا اكتر وبتفضل تلف حوالين نفسها لحد ما بيقدر الملك انه يتحكم في التعويذة وبيرجعها تاني لمكانها. وفي الوقت ده بتسأله آشا عن السبب اللي مخليه يحتفظ بيه وهو بالخطورة دي. فبتكون حجة الملك انه لازم يكون مستعد لاي حاجة ممكن تحصل. وبيكمل الملك كلامه وبيسألها ايه السبب اللي مخليها حابة تكون تلمسته. فبتقول له آشا انها بتهتم بالناس جدا. وساعتها بيظهر الملك وهو مش فاهم اللي بتقوله. فبتكمل آشا كلامها وبتقول له ان دي هي مشكلتها الوحيدة، وان مميزاتها انها بتقدر تتعلم بسرعة وهتكون تلميذة شاطرة جدا. وفي الوقت ده بيسألها الملك عن حياتها. فبتبدأ آشا تحكي له عن والدها وبتقول له انه كان قريب جدا منها، وبتوري له رسمة للشجرة اللي كانوا بيطلعوا عليها هما الاتنين سوا علشان يوريها النجوم، ولكنه للأسف مات وهي عندها 12 سنة. وساعتها بيتأثر الملك جدا وبيبدأ يحكي لها ان هو كمان اتعرض لخسارة كبيرة وهو صغير لما اللصوص هجموا على المدينة بتاعته ودمروها، وانهم وقتها اضطروا انهم يهربوا منها، وانه لو كان وقتها فاهم في السحر ما كانش كل ده حصل. ولكنه بعدها اتعلم السحر وأسس مملكة جديدة علشان يعيشوا فيها كل الناس بسلام. وفي الوقت ده بيظهر ان الملك معجب جدا بآشا وبياخدها وبيدخلها المكان سري خاص بيه، وبيقول لها انه طالما سمح لها بالدخول للمكان ده يبقى هو واثق فيها، وبيعرفها ان المكان ده موجود فيه كل بلورات الاماني لكل اهل المملكة. وبتظهر آشا وقتها وهي مبهورة جدا بيهم، واللي بتقول للملك ان الامنيات دي هي اهم حاجة ممكن الواحد يعيشها علشان يحققها. وساعتها بيرد الملك عليها وبيأكد كلامها وبيقول لها ان الامنيات دي مش مجرد رغبات، وان هي جزء من قلوبنا والسبب اللي بنعيش علشانه. وبيكمل الملك كلامه وبيقول لآشا انه لسه بيتسحل من بلورات الاماني دي بالرغم من انهم عدى عليهم وقت طويل قوي وهم معاه. وبيكمل الملك وبيقول ان هو هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يحميهم. وبيبدأ الملك انه يحرك فيهم كلهم. وفي الوقت ده بتشوف آشا امنية جدها، فبتجري عليها بسرعة وبتعرف من البلورة ان جدها كان امنيته انه يعزف قدام كل الناس. وبنرجع تاني للملك اللي بيقول لآشا انه اخد قرار، وبيسألها اذا كانت مستعدة انها تكون افضل مساعدة للقوة السحرية. ولكن آشا ما بتكونش مركزة وهي ماسكة امنية جدها، وبتسأل الملك اذا كان يقدر يحقق ليه امنيته النهارده. فبيقول لها الملك ان اي حد بيستنى شهور او سنين علشان يطلب طلب زي ده، ومع ذلك بياخد الملك الامنية وبيبص عليها، ولكنه
بعدها بيرفضها لانها ممكن تكون خطيره، وبيقول الملك لآشا ان جدها عاوز يعمل حاجه تلهم الجيل الجديد وان ده ممكن يدمر كل الامنيات فيما بعد. فبترد عليه آشا وبتقول له ان جدها شخص طيب جدا ومستحيل يأذي المملكه، ولكن وقتها بيتعصب الملك عليها وبيقول لها ان هو الوحيد اللي يقرر ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش، وانه ممكن ما يحققش اي امنيه من الامنيات دي لكنه برضه هيفضل يحميهم دايما. فبتتضايق آشا جدا وبتقول له ان كده الناس هتفقد اهم حاجه في حياتهم وهي الامنيات بتاعتهم، وانهم من حقهم يعرفوها ويحاولوا انهم يحققوها بنفسهم طالما هو مش هيحققها لهم. فبيرد الملك عليها وبيقول لها ان الناس هم اللي ادوا له الامنيات بتاعتهم بارادتهم وان هو مش هيرجع لاي حد اي حاجه. وفي الوقت ده بتدخل عليهم الملكه وبتبلغ الملك ان الاحتفال قرب يبدا، فبيطلب الملك من الملكه انها تاخد آشا المسرح الكبير، وبالرغم ان آشا بتكون رافضه ده الا ان الملك بيصر على قراره، وفعلا بتنزل آشا وبتقعد على المسرح بجانب الملكه وبيبدا الاحتفال. وفي الوقت ده بيستقبل الملك عضوين جداد جايين علشان ينضموا لمملكته، وبنعرف وقتها ان شرط انضمامهم للمملكه انهم لازم يتنازلوا عن امنياتهم، وفعلا بيسلموا له العضوين دول اكتر امنيه هم بيتمنوها من قلبهم، وساعتها بيفقدوا هم الاثنين الاحساس بشكل مؤقت وبيكون واضح عليهم اثر تخليهم عن امانيهم. وبعدها بيقرر الملك انه يحقق لشخص واحد امنيه، وفي الوقت ده بيكون سابينو متحمس جدا ومستعد لتحقيق امنيته، ولكن للاسف بيختار الملك بنت اسمها سانيا واللي بيكون حلمها انها تكون خياطه، وفعلا بيحقق لها الملك حلمها. وفي نهايه الاحتفال بيروح الملك لآشا وبيبلغها انه مش هيعرض عليها تاني انها تكون المتدربه بتاعته، وانه هيفضل دايما محتفظ بامنيات عيلتها ومش هيحققها ابدا. ووقتها بتظهر الملكه وهي مش فاهمه اللي بيحصل، ولكنها بتسيب آشا وبتمشي وراه. ومن ناحيه تانيه بنشوف آشا بعد ما بتروح البيت وبتظهر وهي حزينه جدا، واللي بتروح تقول لجدها ان امنيته مش هتتحقق لان الملك قال عليها انها امنيه خطيره بالرغم من انها امنيه جميله جدا. وبتكون آشا عاوزه تقول لجدها عليها، ولكن وقتها جدها بيتضايق جدا وبيرفض وبيقول لها ان طالما الملك قال عنها خطر يبقى ما تقولوش عليها. وساعتها آشا بتستغرب وبتكون عاوزه تعترف له، لكن جدها بيتعصب جدا عليها وبيطردها من على الاكل وبيتهمها انها عاوزه تموته، لانه حتى بعد ما يعرف الامنيه دي مش هيعرف يحققها لان الملك رفض ده. فبتحزن آشا جدا من رد جدها وبتسيبه وبتجري، وما بتكونش فاهمه هو ليه اتصرف معاها كده بالرغم انها كانت عاوزه تساعده. وبعد شويه بتهدى آشا، واثناء ما هي بتتمشى في الشارع بتشوف المملكه وبتفضل تتخيل امنياتهم البسيطه، ووقتها بتفهم انهم عايشين تحت حكم ملك ديكتاتوري هو اللي بيقرر ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش، وانه محتفظ بالامنيات علشان يتحكم فيهم. وبتفهم ان كل حاجه كانت عارفاها عنه كانت كذب، وانه طلع ملك شرير جدا. وبتفضل آشا تتمشى لحد ما بتوصل للشجره اللي كانت بتطلع عليها هي ووالدها زمان، وهناك بتفضل آشا تغني وهي باصه للنجم اللي في السماء، وفجاه بيظهر ضوء قوي جدا من النجم ده وبينور المملكه كلها. ومن ناحيه تانيه بنشوف الملك اللي بيخاف جدا من الضوء ده لانه اثر على بلورات الامنيات اللي هو محتفظ بيها، وبيظهر الملك وهو قلقان جدا خصوصا لما بيعرف ان ده كان تهديد ليه وان في حاجه غلط هو بيعملها. وبيبدا الملك يدور في كل الكتب اللي حواليه عن حاجه تساعده في التهديد اللي هو حس بيه ده، ولكن مفيش اي حاجه بتنفع. وبيكون الملك متعصب جدا وبيقرر انه يفتح كتاب التعاويذ، واللي بنعرف وقتها ان الكتاب ده عباره عن تعاويذ كتير لسحر اسود. وساعتها بتتدخل الملكه وبتقول للملك انها خايفه ان الكتاب نفسه يسيطر عليه ويخليه تحت امره وساعتها هيكون ضاع للابد. فبيقتنع الملك بكلامها وبيحط الكتاب تاني في مكانه. وبنرجع بعدها لآشا اللي ما بتكونش فاهمه ايه اللي حصل، وفي الوقت ده بنشوف النجم اللي كان في السماء وهو ماشي ورا آشا، ولكن آشا ما بتكونش واخده بالها منه، وفجاه بيعدي النجم من قدامها بسرعه. فبتجري آشا وراه وبتفضل تطارده لحد ما فعلا بتقدر انها توصل له. وبيكون وقتها النجم ده معاه خيط سحري وبيبدا انه يلفه على كل الاشجار، وبيكون عنده قدرات سحريه كتيره وبيقدر يخلي كل النباتات يتحولوا لكائنات حيه وبيخلي الحيوانات تتكلم. وساعتها بتستغرب آشا وبتسال نفسها اذا كانت امنياتها اتحققت لما بصت على النجم اللي في السماء. وفي الوقت ده بيبداوا الحيوانات يفهموها ان كل حاجه ممكنه مع الامنيات، وساعتها بتفتكر آشا كلام والدها لما قال لها زمان انهم مرتبطين بالنجوم، وبتفهم انها لما تمنت الامنيه بتاعتها النجم ده سمعها وجالها علشان يساعدها. فبتفرح آشا جدا وبتبدا تحكي للنجم ان الملك حابس كل امنيات اهل المملكه في القصر بتاعه، وانه كمان مانع ان اي حد ياخدها علشان يحققها بنفسه. وساعتها بيقول لها النجم انهم لازم يرجعوها بنفسهم، وبيطير النجم بعيد. فبتجري آشا وراه علشان تلحقه لانهم محتاجين خطه محكمه علشان يقدروا انهم ينقذوا الامنيات. وفي تاني يوم بتروح آشا هي والنجم للقصر، وبتتسحب آشا للمطبخ الملكي علشان تتكلم مع صديقتها داليا، وفعلا بتلاقي آشا وسيله تقدر تطلع بيها لغرفه الملك. وبتروح آشا وبتخبي النجم في مزرعه الفراخ وبتطلع بره علشان تسال داليا، ولكن وقتها بيظهر النجم وهو قاعد يلعب في المزرعه وبيعمل صوت عالي. فبتعمل آشا اصوات غريبه هي كمان علشان تداري على اللي بيعمله النجم. وبتروح بعدها آشا لداليا وبتفهم منها انها عارفه وسيله نقل الاكل لغرفه الملك. وفي الوقت ده بيجي شخص علشان يلم البيض، فبتمنعه آشا من انه يعمل كده وما بتكونش عاوزه تدخله المزرعه
مزرعة الفراخ، وساعتها بيلاقوا كل اللي موجودين وبيفهموا ان في حاجة هي مخبياها جوه. ولما آشا بتفشل في انها تحافظ على السر اكتر من كده بتضطر انها تفتح لهم الباب، وساعتها بيتفاجئوا كل اللي موجودين بالفراخ وهم مبسوطين وبيرقصوا، وبيتفاجئوا كمان لما بيشوفوا النجم قدامهم وبيخافوا منه جدا. وساعتها بتفهمهم آشا انها اتمنت امنية فجالها النجم ده علشان يحقق لها امنيتها، وساعتها بتقرر داليا انها تساعدها وبتدخلها في المكان اللي هيوصلها لغرفة الملك. وفعلا بتطلع آشا للغرفة ولكنها ما بتكونش عارفة تفتح الباب، فبيتدخل النجم وبيلاقي وسيلة يفتح بيها الباب، ولكن الوسيلة دي بتحرق اغلب الكتب. ولما داليا بتشوف اللي حصل بتكون خايفة جدا. وفي الاجتماع بنشوف الملك وهو بيتكلم مع اهل المملكة وبيقول لهم ان في خاين موجود في المملكة، وان هو اللي عمل السحر الاسود اللي هم شافوه امبارح، وان ده خطير عليهم، وبيطلب منهم ان لو حد عرف اي حاجة عن اللي عمل كده لازم يبلغه، وان اللي هيدله على الخاين ده الملك هيحقق له امنيته. وبيخلص الملك كلامه قبل ما بيدخل بتوقفه داليا وبتساله اسئله كتيره غريبه علشان تاخره على ما يطلع لآشا. ولما بتفضل داليا تساله كتير ده بيحمس كل اللي موجودين انهم يسالوه اكتر، وساعتها بيتعطل الملك كفايه لانه بيرد عليهم كلهم. ومن ناحيه تانية بتقدر آشا انها تدخل لمكان الامنيات، وبيظهر وقتها النجم وهو مرتاح جدا في المكان ده، ووقتها بتطلب منه آشا ان يدور لها على امنيه جدها ووالدتها. وفي الوقت ده بيكون الملك متعصب جدا على الناس بسبب انهم بيشككوا في قدرته على انه يحمي الامنيات بتاعتهم. وبيطلع الملك بعدها فوق القط وهو متعصب جدا، واللي بيقرر ان يستخدم كتاب التعاويذ السحريه. وفي الوقت ده بتكون آشا اخذت امنيه جدها وبتراقب الملك وبتشوفه وهو بيتحول لشخص شرير، وبتفهم ان الكتاب ده بدا ياثر عليه. وساعتها بينزل الملك لمكان سري علشان يستخدم الكتاب، فبتهرب آشا بسرعه وبتجري لحد ما بتوصل للبيت وبتنزل جدها امنيته، وساعتها بتندمج الامنيه بيه من تاني. ولكن فجاه بيقتحم الملك المكان وبيكون عارف بخصوص النجم وان آشا هي السبب فيه. وبيدخل الملك على آشا وبيسالها على النجم، ولكن آشا ما بترضاش تقول له اي حاجه عنه، فبيطلع الملك امنيه والدتها وبيكسرها قدامها. وساعتها بيجي له قوه رهيبه وبيفرح جدا وبيضحك الملك على نفسه، وبيقول انه طول الوقت اللي فات ده كان بيحاول انه يحمي الامنيات، وانه ما كانش يعرف انها كانت ممكن تديله قوه رهيبه زي دي. وبتظهر وقتها والده آشا اللي بتتاثر جدا بمجرد ما الملك بيكسر امنيتها. وفي الوقت ده بيظهر النجم قصاد الملك علشان يواجهه، ولما بيجي الملك علشان ياخده بتوقع آشا الدولاب على الملك، وبتاخد والدتها وجدها وبيهربوا بسرعه بالاحصنه لحد ما بيوصلوا للبحيره، وهناك بيركبوا مركب وبينطلقوا بعيد عن المملكه علشان يكونوا بخير. وفي الوقت ده بتحس آشا بالذنب بسبب كل اللي حصل، وانها كانت السبب في اذيه كل اهل المملكه. ولكن وقتها اهلها بيهونوا عليها وبيقولوا لها انها كانت بتحاول تحقق لهم امنياتهم، وان الغلط كان على الملك مش عليها. وساعتها بتتشجع آشا جدا وبتقرر انها لازم تواجه الملك علشان تنقذ كل الامنيات، وبتنط آشا في الميه بسرعه وبترجع تاني للمملكه علشان تنهي اللي هي بدأته. ومن ناحيه تانية بنشوف الملك وهو بيبحث عن تعويذه شريره علشان يصنع بيها رمح قوي بعد ما دمر 3 امنيات تانيين علشان ياخد قوه اكبر. وساعتها بتشوف الملكه وبتكون عاوزه توقفه، لكن الملك بيهددها انه لو شك انها خاينه للمملكه هيقتلها. وبعدها بينزلوا هما الاثنين للاحتفال، وبيطلع الملك وبيقدم سايمون وبيقول ان هو ده الشخص اللي بلغ عن آشا، وبيتصدموا كل اللي موجودين في سايمون وآشا بعد ما الملك بيقول لهم انها كانت السبب في السحر اللي حصل ودمر امنيات ال3 اشخاص دول. ومن بعيد بتظهر آشا وهي بتتفرج على اللي بيحصل، وبتستخدم آشا قدرات النجم وبتبعت فار صغير للملكه وبتطلب منها انها تنقذ المملكه قبل ما تتدمر. وفي الوقت ده بيستخدم الملك التعويذ السحريه بتاعته وبيحقق لسايمون امنيته، وهي انه يكون حارس للملك. وبيظهر وقتها على سايمون انه بيتألم جدا من التعويذ السحريه دي، ولكنه بعدها بيفقد وعيه الحقيقي. وبيبلغ الملك باسم ال6 اشخاص التانيين اللي كانوا بيساعدوا آشا وهم اصدقائه، واللي بيحاولوا انهم يهربوا بسرعه قبل ما الملك يوصل لهم. وساعتها بتوصل لهم آشا وبتعرفهم انها مش السبب، وان الملك هو الشرير اللي دمر امنيات كتيره علشان ياخد منهم قوه كبيره. وبعدها بيتفقوا كلهم مع بعض انهم لازم يحرروا كل الامنيات. وفي الوقت ده بتدخل الملكه عليهم وبيتصدموا كلهم منها، لكنها بتكون سمعت رساله آشا وبقت معاهم. ووقتها بيتفقوا كلهم وبيبداوا انهم ينفذوا الخطه اللي آشا قالت لهم عليها. وبتروح الملكه بسرعه للملك وبتبلغه انها شافت آشا في الغابه ومعاها باقي اصدقائها. ووقتها بنشوف الملك اللي قدر ان يدمر امنيات اكتر علشان يستولى منهم على طاقه كبيره، وبيجري الملك بسرعه علشان يمسك آشا يدمرها وياخد النجم منها. وساعتها بنكتشف ان الملكه كانت مخبياهم كلهم في المكان اللي بيطلعوا منه الاكل. وبنشوف آشا وهي في الغابه واللي بتودع النجم علشان تخليه يوزع كل الامنيات على الناس. وقبل ما النجم يمشي بيسيب لها عصايه سحريه واللي بيطلع منها العاب ناريه غصب عنها لانها ما بتكونش عارفه ازاي تستخدمها. وفي الوقت ده بيشوف الملك الالعاب الناريه اللي في السماء وبيعرف مكانها وبيقدر انه يوصل لها وبيطاردها في كل مكان لحد ما بيقدر انه يوقعها في الارض وبيكسر العصايه بتاعتها. ومن ناحيه تانية بيكونوا اصدقاء آشا قدروا انهم يفتحوا القبه الحديديه وبيحرروا كل الامنيات. ولكن فجاه بيتحول الملك اللي مع آشا لشكل سايمون
وبكده بنفهم ان الملك لسه موجود في القلعة، وانه بكده هيقدر يسيطر على النجم. وفجأة بيظهر دب وبيهجم على سايمون، وده بيسمح لآشا انها تهرب بسرعة علشان تنقذ النجم. وفي الوقت ده بنشوف جد آشا لما بيشوف ان حفيدته نجحت في انها تحرر الامنيات، فبيقرر وقتها جد آشا انه يرجع تاني للمملكة. وبنروح بعدها للنجم اللي بيكون فرحان جدا والامنيات بتتحرر، ولكن فجأة بيظهر له الملك وبيحاصره مع الامنيات، وبيستخدم قوته وبينزل كل الامنيات على الارض، وبيسحب النجم من الرمح بتاعه اللي بيديله قوة اكبر بكتير. وبيروح الملك وبيمسك آشا وبيضربها. ومن ناحية تانية بتحاول الملكة هي وداليا انهم يعرفوا طريقة يوقفوا بيها اللعنة دي، ولكنهم في الاخر بيفهموا ان اللي بيبدأ في الكتاب الملعون ده مش هيقدر يبعد عنه للابد. وبنرجع تاني لآشا والملك اللي بيفرض حظر على كل الناس وبيمنعهم من انهم يتحركوا، وبيفضل الملك يضرب آشا وبيرميها بعيد. وساعتها بتتأثر آشا جدا وبتعيط وبتقول انهم كلهم نجوم، وبتسهم وقتها انهم لازم يتحدوا كلهم علشان يقدروا يهزموه. ووقتها بيفضل الملك يهاجمها وبيضعفها اكتر، لكن آشا مش بترضى انها تستسلم وبتكون لسه مصممة على الانتصار. وفجأة بيتحدوا كل اهل المملكة وبيفضلوا يرنوا معاها، وساعتها بيخاف الملك جدا من اتحادهم ده وبيهاجمهم كلهم. ولكنه بعدها بيحس انه بدأ يضعف، وفعلا بسبب اتحاد اهل المملكة مع بعض بيتحرر النجم وبتتحرر معاه كل الامنيات اللي الملك دمرها قبل كده، وبترجع تاني وبتبدأ كل الامنيات تطير زي ما كانت. وساعتها بتطلع الجوهرة اللي في الرمح ضوء شديد وبتسيطر على الملك وبتحبسه جواها. وساعتها بيروح النجم وبيلف حوالين الامنيات وبيرجعها لاصحابها من جديد، وبيكونوا كل اهل المملكة فرحانين لانهم اخيرا هيقدروا ينقذوا الامنيات بتاعتهم. ولما تنزل آشا بتشوف ان والدتها اخدت الامنية بتاعتها وبتحضنها وبينضموا ليهم كل اللي موجودين. ومن ناحية تانية بنشوف الملكة اللي بتلاقي الملك وهو بيحاول ان يكلمها من الجوهرة واللي بيطلب منها انها تخرجه، ولكن الملكة بترفض وبتخلي الحراس يرموها في السجن. وبعد شوية بيروح سايمون وبيعتذر لآشا عن اللي هم عمله، وبيقول لها انه كان اناني وعايز يحقق امنيته باي شكل، ولكنه ندمان على ده. وبيطلب سايمون من آشا انها تسامحه، وفعلا بتسامحه آشا وبيظهروا كل اهل المملكة وهم فرحانين جدا. وبنشوف بعدها الملكة وهي بتساعدهم على تحقيق امنياتهم. وبيروح النجم بعدها لآشا وهو ماسك العصاية المصفورة اللي هو كان عاملها لها، فبتعتذر له آشا لانها اتكسرت منها، فبيصنع لها النجم عصاية تانية سحرية. وبيظهر وقتها ان آشا مش عاوزة تاخدها، ولكن النجم بيقدر انه يقنعها انها الاحق بالعصاية السحرية دي وانها لازم تكون الساحرة الجديدة. وفعلا بتقبل آشا منه العصاية وبتودعه لما بتعرف انه لازم يمشي علشان يحقق امنيات لناس تانيين. وفعلا بتقدر آشا انها تحقق امنية جدها ومامتها وكل اهل المملكة بعد ما قدرت اخيرا انها تنقذ اهلها ومملكتها من الخطر.